السلام عليكم. قررت اتعلم مهارة جديدة ولا اتعلم حاجة جديدة. عايز اتعلم ان انا احلق لنفسي. رحت اشتريت مكنة حلاقة عشان اتعلم الحلاقة. ان شاء الله خير، ان شاء الله اعرف احلق لنفسي. جماعة كتالوج قشط. طبعا المكنة وحاجتها، المشاط، الزيت بتاعها، الفرشة، المكنة. أنا ان شاء الله اول مرة امسك مكنة حلاقة اصلا واحلق لنفسي. عامة يعني مكنة الحلاقة ديت اول مرة امسك مكنة حلاقة وابدا احلق لنفسي. معرفش والله المفروض انا اعمل ايه، بس انا متهيألي انا هبدأ من اول المشط الكبير لحد ما اخلص. هبدأ من فوق لتحت كده. انا كلمت الصراحة خالي بيحلق لنفسه، وكلمت صاحبي بيحلق لنفسه، وسألتهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم فيه. شعر كبير، كان في فترة امتحانات وبتاع، ما عرفتش اروح للحلاق ولا اعرف اعمل فيه اي حاجة، عشان كده اضطريت ان انا اسيبه. كنت بلبس طاقية اصلا، فالموضوع ما كانش مضايقني. وانا عايز اطوله اصلا، عايز اطوله للاخر كده، اللي هو اشده لورا. معرفش مش قادر اشيل حاجة ليه. لا انا هدخل الحمام عشان هنا الدنيا بايظة شوية. بس انا بقى الشعر جدعان، والله مش عارف ايه اللي بيحصل ده ولا ايه اللي بعمله ده. الجنب ده باظ خالص، الجنب ده بايظ، الجنب ده سليم شوية. هنبوظه بقى، فهنضطر نبوظ ده كمان. لا انا كده هدخل الحمام احسن. دخلت جوه الحمام اهو. دخلت جوه عند الحمام وظبطت الاضاءة. شوف بقى الدنيا هتخلص على ايه في الموضوع ده. بس انا حاسس ان انا ممكن اعمل حاجة حلوة. هروح اجيب المراية ثانية واجي. جبت المراية اهو. طب يلا بقى. طب اللي هيشوفنا حاجة يقول انت بتبوظ شعرك، عندك حق، انا ببوظ شعري. حلو. ما كانتش شكلها على قدها خالص. ممكن اشوف. اخرب بيت ام البلوكات على ام البيت. يلا سلام.
هو اتظبط، بس اللي فوق دوت عايز يتكسر، مش عارف بقى اللي فوق ده هيتكسر ازاي، لازم له مقص ده وبتاع ومشط. صغر المشط. كنا بنعمل برقم 4، نعمل برقم 3. السلام عليكم. في لحظة ندم بنت لذينة، بس كان اللي مضايقني بس الشعر اللي فوق ده شكله مش حلو. أو ممكن أعمل حركة حلوة أشيله كلي. وأنا مفكر نفسي أحلق حتة دين حلقة محدش حلق زيها خالص، ولا حلقتها عند حلاق. هي فعلا طلعت محلقتهاش عند حلاق خالص. أول درس بالغربة، أوعى تحلق لنفسك خالص. يلا سلام. أهلا مسا عليكم. درس المكنة، دي المكنة. عملت حتة دين تدريجة، موت التدريجة. بس اسمها تدريجة، اسمها تدريجة، لسه أعتقد. ستايل ضرب الجزم، أنا ستايل ضرب الجزم. لو قاعد أغير في اللمشات من الكبير للصغير محسس إنها حلاقة يعني. قررت قرار حلو، مش رايح أقدم في تطوير. درس المستفاد من الفيديو اللي ملوش أي تاتين لازم ما تسمعش ولا كلام خالك ولا كلام صاحبك. يلا سلام. طبعا أول درس لا تتعلمه في الغربة درس الحلاقة. أحلى حلاقة، بس جامدة جامدة عليه، وش بقى منور كده. طبعا هنا لسه عايزة استحمى كده الأول، اخد شاور الأول، بعد كده بصور لكم بقى في النور. يعني محدش يسمع كلام ولا صاحبه ولا كلام خاله. ايه رأيكم في كده؟ بس التدريجة موت، شفتوا السلف؟